من أفضل الأوقات اللي ممكن تاكل فيها الفاكهة قبل الوجبة الرئيسية مباشرة. اسمع للآخر وافهم قبل ما تحكم. الفاكهة قبل الأكل بتقلل من امتصاص الدهون، بتظبط مستوى سكر الدم، وبتقلل شهيتك، وده بسبب إن مليانة ألياف. دي دراسات قريت عنها مؤخرا كتير، وكمان في آية في القرآن بتقول وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وفي علماء كتير فسروا إن فعلا يفضل تقديم الفاكهة على الوجبة الرئيسية. تقولي بس الكلام ده عكس كلام كتير قبل كده دكاترة التغذية قالوا. هرد عليك واقول لك ان العلم حاجه مش ثابته، حاجه متغيره. ممكن تلاقي حاجه معينه في الدراسات وبعد كام سنه يطلع حاجه عكسها تماما. طب هل اكل الفاكهه بعد الوجبه مباشره غلط؟ لا طبعا مش غلط، ولكن احنا بنتكلم عن الافضل. قبل ولا بعد؟ لا يفضل قبل. وانا مقتنعه بالكلام ده لانه هو متماشي مع العقل ومع القران. لو هتاكلها في النص كسناك لازم تاخد معاها بروتين زي مثلا زبادي او لبن، او مصدر من مصادر الدهون الصحيه زي المكسرات او السوداني، او تاخد معاها الياف زي الخضروات. لكن ما انصحكش ابدا تاخدها لوحدها عشان ما ترفعش سكر الدم بصوره شديده، ولا تاكل كميه كبيره منها في مره واحده. اكتب لي في التعليقات ايه رايك في الكلام ده.